السلام عليكم إخواني المعاقين. السلام عليكم إخواني المظلومين في الجزائر. إخواني المعاقين، ينهي السيد رئيس بلدية العلمة لكل المستفيدين من منحة الجزافية للمعاقين أقل من 100% و100% الذين يتقاضون 7,000 دينار والذين يتقاضون 12,000 دينار إلى إعادة تحييل ملفاتهم. فعلى المعنيين يا إخواني التقرب إلى مكتب شبكة الضمان الاجتماعي في بلديتهم لإعادة تحيين الملفات يا إخواني كما ترون في الوثيقة. يا إخواني، الزوج صور شمسية، شهادة الميلاد للزوج والزوجة للمتزوجين، زائد إخواني بطاقة إقامة، نسخة من بطاقة التعريف الوطني البيومترية للزوج والزوجة بالنسبة للمتزوجين، تشريح شرفي بالبطاقة للزوج والزوجة بالنسبة للمتزوجين، شهادة عدم تكرار الزواج بالنسبة للزوجين وعدم للمتزوجين، وعدم الزواج للمتزوجين. بالنسبة لغير المتزوجين شهادة العزوبية، زائد نسخة من بطاقة الإعاقة، بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، البطاقة الزرقاء، تشريح شرفي الخاص بالمنحة الجزافية للتضامن يسلم من طرف الإدارة المعنية. والسلام عليكم. آخر أجل يا إخواني المعاقين المظلومين في الجزائر هو 31 مارس. يا إخواني، هذا القرار وهذا لا علاقة له برفع المنحة لن ترفع ولن ترفع لأنكم ولأننا مظلومون لا قيمة لنا. يا خوتي، الناس اللي راهم يكذبوا عليكم ويستغلوكم ويضحكوا عليكم ويقولوا لكم المنحة راهي ترفع، يا إخواني المنحة ما ترفعش لأننا أقلية مضطهدة في الجزائر. والسلام عليكم.